جوردن بلو حاجة تحفة وجميلة ومخدتش معانا وقت وكريسبي. تعالوا نشوف عملتها ازاي. معايا بانيه وملح وبابريكا وفلفل اسمر. هبدأ اخد قطعة قطعة اتبلها ملح وبابريكا وفلفل اسمر، والناحية التانية برضك نفس الكلام معانا بالشكل ده. اعمل انا بنفس الطريقة قطعة قطعة اديها ملح وبابريكا وفلفل اسمر. علشان نضمن الجوردن بلو يبقى مستوي معانا لازم يبقى مفروض كويس، ولو جه معانا سميك ممكن نفرده بين كيسين تلاجة وندق عليه بالمدق هيتفرد معانا. الحشوة مستخدمة جبنة شيدر وتركي مدخن. هبدأ افرد قطعة البانيه واحط عليها التركي واحط كمان حتة الجبنة الشيدر واقفل عليها كويس، الفها رول او اعملها ساندوتش. هتشوفوا معايا الطريقة التانية. قطعة بانيه واحط عليها الشيدر واقفلها زي الساندوتش، دي طريقة تانية. السائل معانا البيض هحط معاه لبن، احط فلفل اسمر واقلبهم كويس كده. خلص معانا وجاهز معانا البيض. معانا بصمات ودقيق عادي، بس هتبل الدقيق بفلفل اسمر وبابريكا بصل باودر او توم باودر واقلبهم كويس واقلب فيها الجوردن بلو، وبعد كده احط على البيض، وبعد كده احط على البصمات زي البانيه العادي بالظبط. اضغط عليه في البصمات كويس عشان يتقفل معايا، وهكرر انا العملية دي جوردن بلو الرول. حطيتها في الدقيق واللبن والبصمات كده جاهزت معايا. خلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وبعد ما يجهز معايا جوردن بلو هسيبه نص ساعة في الفريزر، وبعد كده اسخن زيت ابدأ انزل واحدة واحدة جوردن بلو، وبعد كده اخلي النار وسط عشان ما ياخدش معايا لون وما يكونش استوى من جوه. اقلبه خالص لما احس ان هو خلاص خد اللون واستوى معايا هبدأ اقلبه. بص اللون جميل جولد حلو تحفة كريسبي. هبدأ اشيل واحدة واحدة. بصوا الجبنة عاملة ازاي تحفة. هكمل الكمية بنفس الطريقة. وهنا طلع معايا الجوردن بلو واقطعه لكم وهو لسه سخن. بصوا الجبنة حاجة تحفة وجميلة. الطبقة الخارجية متماسكة كريسبي، حاجة جميلة تحفة. ياريت تجربوه. صحة وهنا على قلوبكم.